اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي لايك واشتراك للقناة وفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. كان عندي حبة مواعين كده بتوع العشاء، فقلت ايه يلا اتسلى كده واغسلهم معاكم. نشجع بعض، انتوا تشجعوني وانا كمان اشجعكم. كل واحدة بقى عندها شوية مواعين في الحوض، يلا تقوم كده نتسلى مع بعض ونغسلهم مع بعض. آه هما يعني حبة مش كتير، والبوتاجاز كمان كان متدمر، كنا شاويين عليه ذرة، وكنت عاملة كمان همبرجر في البيت. فطبعا قلي بقى وكوبايات وشاي وحاجة ساقعة والكلام اللي انتوا عارفينه كده. المهم معلش يا جماعة، هنا الشرقت فقلت اخد نفسي وبعدين ارجع للفيديو تاني. المهم تعالوا بقى نشوف الموضوع اللي انا جايه لكم فيه النهارده. جالي تليفون مفاجئ، الناس جايالي. خلاص عملت اللزوم اللي عليه، الواجب اللي عليا. قمت طبعا نظفت البيت كويس جدا جدا، وعملت لهم الاكل ورحبت بيهم وقابلتهم احسن استقبال. خدوا واجبهم وخدوا قعدتهم وضحكنا وشربنا وقعدنا وانبسطنا. وبعد ما مشيوا من عندي اصبح ان هم اتكلموا عليا وقالوا ان انا بيتي مش نظيف وبيتي مكركب. انتوا يرضوكوا الكلام ده؟ حد يرضيه الكلام ده؟ طيب. المهم طبعا انا ما يرضينيش، وطبعا انا عملت اللي عليا وقابلتهم كويس وعملت احسن ما عندي. وبانهم هم طلعوا وعملوا كده واتكلموا الكلام ده كله، فهنا بصراحة العيب عندهم مش عندي انا. ايا كان حتى لو بيتي جملة وايه، المفروض ان هم يطلعوا ما يقولوش اي حاجة من دي. لان طبعا اي حد بيخش في بيت اي حد المفروض ان هو يطلع اخرس اطرش اعمى، زي ما احنا عارفين يعني. طالما انت الناس قابلتك كويس ورحبت بيكي، خلاص رحبوا، يعني انت رحبتي بالناس وقابلتيهم كويس والاكل كان كويس. حتى لو الاكل ما كانش عاجبهم فما ينفعش ان هم يطلعوا يتكلموا. اكيد طبعا انت ما تقصديش ان انت مثلا تعملي الاكل مش حلو او اي حاجه ايا كان، انت ما تبقيش طبعا بتبقي قاصده، تبقى صدفه يعني ان احنا مثلا ممكن نبقى عازمين حد والاكل يطلع حاجة نية، حاجة يعني عملت مننا شوية، اتحرقت مننا شوية. حاجات زي كده ممكن تحصل بما اننا يعني بنبقى مستعجلين وعايزين نقدم احلى ما عندنا. فبتحصل يعني يا جماعة، كتير كتير قوي بتحصل حاجات زي كده. فطبعا ما فيش اي حاجة. وطبعا دوت حاجة ما تقللش من صاحبة البيت لو حاجة حصلت زي كده. فطبعا اللي انا عايزة اقوله لكم، طبعا الموضوع ده ما حصلش معايا انا يا جماعة. ده متابعة بعتت لي على الخاص وقالت لي ان انا في ناس اتصلت بيا وقالت لي احنا جايين، يعني الناس هتعرفها يعني مش ناس غريبة. واتصلوا بيها وقالوا لها احنا جايين عندك بكرة. طبعا المعروف ان انا لما اكون عارفة ان في حد جايلي اكيد ان انا همسك البيت ده اخليه فلة شمعة منورة. صح ولا لا يا جماعة؟ تفتكروا في حد طبيعي ممكن يبقى عارف ان في ناس جايه له البيت وهتسيب بيتها مبهدل؟ بتهيالي مش طبيعي. مش طبيعي ان انا ابقى عارفه ان في ناس جايه لي وهسيب البيت مبهدل. فطبيعي ان انا قمت روقته، ان هي يعني قامت روقته وغسلته. غسلت يعني اللي وراها وظبطت اللي وراها. هي قالت لي كده في الكومنت بتاعها ان هي قامت خلت البيت زي الفل وروقته وعملت لهم احلى اكل. وفي الاخر سمعت ان هما اتكلموا عليها. طبعا ده عيب وما يصحش، وده بيدل على اصلهم وعلى ربايتهم. تربيتهم مش طبعا مش كويسة كده. لان الاصول ان انا صاحبة البيت قابلتكم كويس، ويكفي ان هي وقفت على رجليها عملت لكم اكل، ضيفتكم وشها كان مبتسم وهي مقابلاكوا. فطبعا عيب ان انتوا تعملوا كده. ده مش واجب ضيافة. عيب ان انا ابقى مقابلاكوا مرحبة بيكوا واعملكوا بكل ذوق، والاقي ان انتوا تتكلموا وتقولوا كان وكان وكان. عيب يا جماعة، عيب. احنا مش صغيرين، ما ينفعش ان حاجة زي كده تحصل.
لان طبعا ده شغل اطفال والله، وحتى اطفال ما يعملوش كده. فعيب طبعا ان احنا نطلع نتكلم على بعض او نقول حاجة في بيت حد والكلام ده كله. طالما انا قابلتك كويس ورحبت بيكي كويس، فطبعا انا عايزة اقول للمتابعة اللي بعتت لي الكلام ده، مش عايزاكي تزعلي مهما حصل. خليكي واثقة في نفسك. معلش يا جماعة، ما علينا من الراجل اللي بينادي بره ده، انا اسفة طبعا، حاجة مش بايديا. انا عايزاكي ما تزعليش، وعايزاكي تكوني دايما واثقة ان انتي طالما قابلتيهم احسن مقابلة وعملتي اللي ربنا يقدرك عليه، بين تقديم اكل، تقديمك ليهم باسلوب حلو، فما تزعليش. كل ده عند ربنا اجرك ان انتي يعني قابلتيهم كويس وابتسمتي في وشهم. حتة بقى ان هما طلعوا اتكلموا، ده حاجة من عندهم هما، من تربيتهم هما. ما تزعليش، ما تزعليش ابدا ابدا ابدا. ولو تقدري، لو تقدري ان الناس دي، حاولي انك ما تدخلهمش بيتك تاني، يكون احسن. لان طالما هما الناس دي بالتربية دي وبالطريقة دي، فالاحسن ان الناس دي ما تخشش بيتك. طبعا لو كانوا هما من قريب من الدرجة الاولى، فاحنا هنعمل ايه؟ هنحاول ان احنا نقلل كلامنا ونقلل احتكاكنا بيهم بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال. لكن لو هم مثلا عادي ما يفرقوش معانا، هم مش من قرايبنا، ولا ان هم مثلا عادي لو ما دخلوش بيتنا او احنا منعنا رجليهم من عندنا، لا طبعا اعملي حاجة زي كده وامنعي الناس دي تخش بيتك، لان كده هم مش كويسين. وعلى قد ما تقدري ما تحاوليش ان انت تحتكي بيهم، حتى ولو في اي مكالمة او اي مقابلة او اي حاجة من دي. ده طبعا كان ردي على السؤال بتاعك. طبعا انتوا شايفيني هنا انا بعمل ايه. البوتاجاز كان متدمر. الفوطه اللي في ايدي دي ناشفه خالص. كنت بوريها لكم كده ان هي ناشفه. دي انا بلمع بيها البوتاجاز كده عشان يلمع اللمعه اللي انتوا شايفينها. فطبعا انا لما بعمل بالفوطه الناشفه دي بيفضل كده باللمعه والجمال ده. طبعا فاضل هنا الزراير، هنشف برضو الحته بتاعت الستانلس دي اللي هي بين الزراير والبوتاجاز كده. دي برضو بتبقى بتلمع وحلوة. تعالوا نغسل بقى ايه الحوامل مع بعض. طبعا في مشاكل اللي انتوا عارفين بتاعت ال يعني الناس المتابعة دي، فكتير قوي بيمر بيها ناس كتير، بتحصل حاجات كتير. اللي من حماتها، واللي من جوزها، واللي من اخت جوزها، واللي من مش عارفة من صاحبتها. حاجات كتير قوي بتحصل، واحنا بنبقى مش عارفين نتصرف ازاي. فبنبقى عايزين ناخد اراء بعض ورأي بعض، بحيث ان انا لما اجي افكر ان انا اخد قرار، احس ان انا ما خدتوش من دماغي، واحس ان انا خدت رأي الناس اللي حواليا كرأي يعني جمعاء كده. ان انا مثلا ايه، بكونش مثلا فكرت غلط، واكون ان انا خدت رأي الناس اللي حواليا، عشان برضو ايه ابقى مثلا ايه تفكيري في محله يعني. انتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ اللي شايف الكلام اللي انا قلته ده غلط او صح معايا او ضدي، اكتبولي تعليقكم في كومنت كده، واكتبولي قولولي ايه رأيكم في المشكلة اللي انا حكيتها لكم دلوقتي. هل ينفع ان انتي تبقي جايلك ناس وتعملي معاهم الواجب وتقابليهم كويس، وتعملي وتقدمي احسن ما عندك، وتبصي وتتفاجئي ان هما بيتكلموا عليكي؟ انتي شايفة ان ده تصرف صح ولا لأ؟ اكتبي لي الكومنت بتاعك وعرفيني فيه. طبعا بعد ما تحطي لي اللايك، يعني بعد ما تحطي لي اللايك تردي عليا وتقولي لي ايه رأيك في الكلام والموضوع اللي انا حكيتهولك ده. خلاص، يلا يا بنات يا حلوين، كلكم بقى تخشوا كده، عشان انا شايفة ان تعليقاتكم بقت قليلة، وكمان لايكاتكم قليلة جدا جدا جدا، مش عارفة ليه، مع ان بسم الله ما شاء الله يعني القناة بتزيد كل يوم. بس انا مش عارفة فيه ايه، مش عارفة مالكم يا جماعة. والله اللايك دوت ببلاش مش بفلوس. وكمان ان انت تكتبي تعليق ايا كان، حتى لو انت بتبقي كسلانة او بتاع، بلاش. بس بما ان عندنا مشكلة، كنت احب ان انا اخد رأي المتابعين بتوعي حبايبي من كل دولة، تقولي رأيها طبعا عشان ارد
على المتابعة اللي قالت لي المشكلة. طبعا المشكلة دي يا جماعة هي مش مشكلة اليوم، دي مشكلة كل يوم، بتحصل كتير قوي. تنسوش ان في بنات مقبلة على الجواز، يعني في بنات هتتجوز قريب، في بنات لسه بادئة حياتها. فأكيد موضوع زي كده ممكن يفيدها ويلفت نظرها إن هي مثلا تاخد بالها تتعامل مع الموقف ازاي، تتصرف ازاي، حاجات زي كده. فطبعا أنا مستنية الآراء بتاعكم، وطبعا مستنية أي مثلا مشاكل مثلا حصلت لا قدر الله معاكم، نطرحها على بعض هنا في القناة، ونشوف هنرد على بعض نقول ايه، ونشوف يمكن نحلها مع بعض. تمام؟ ايه رأيكم لو عجبتكم الافكار دي تردوا عليا وتقولوا لي، واحنا هنسأل المتابعين. احنا بسم الله ما شاء الله معانا فئات عمرية من صغيرة للكبيرة للوسط. يعني انا يعتبر الناس المتابعة عندي مش كبيرة قوي كلها، يعني اكبر سن فيهم 45 تقريبا، لكن كله اقل من كده في العمر. فمحتاجين طبعا اراء، ومحتاجين يعني كل واحد بقى يقول خبرته. هو طبعا مش بالسن، في ناس عادي ممكن تبقى ناس كبيرة في السن ومع ذلك ما تعرفش تدي رأيها، في ناس تبقى صغيرة في السن وممكن تقول رأي كويس. بيبقى مش شرط خالص، ملوش علاقة السن بالرأي، بس يعني احنا بنشارك مع بعض وبنقول آراء بعض. وانا طبعا كل كومنت هيكتب لي رأيه في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه انا طبعا هقوله، وهقول اسم ال الايميل اللي كتب اللي كتبت يعني رأيها، هقول اسمها طبعا، وهنشوف آراء مع بعض كل واحد آراءه عاملة ازاي. المهم بقى يا جماعة، أنا خلصت البيت أهو. خلصت المطبخ، يعني المطبخ خليته زي الفل، وطبعا لفت المواعين دي أول بأول معايا نضيفة، ما بحاولش إن أنا أوسخها خالص. ودايما بتعامل إن أنا كل ما أغسل أي طبق لازم أشطفه الأول من الأكل اللي فيه، وأنزله حتى لو معلقة أو شوكة، عشان تبقى لفت نضيفة وريحتها حلوة وما تعملش بكتيريا في المواعين. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، لو في ناس ما بتعملش كده حاولوا تعملوا كده. الليفة بتاعتكم هتبقى زي الفل، ريحتها حلوة ما فيهاش بكتيريا، وكمان هتقعد معاكم وتعيش معاكم وقت أطول. تعالوا بقى نشوف المنظر القمر الحلو ده. شايفين الحنفية كانت ايه وبقت ايه؟ انا دعكتها بالليمونة، كان عندي ليمونة كده نص ليمونة مش محتاجاها، قلت تعالوا ألمع بيها. الحنفية كانت متدمرة، كان حالها يعني مش اللي هو. وادي الرخامة اهو، رخامتين اهو، اللي من هنا واللي من هنا، وكمان الحوض. بصوا يا جماعة بيلمع ازاي، انا عاملاه عادي بصابون المواعين، مش عاملة اي حاجة اهو. وادي الصفاية بتاعته خليته زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين، والليفة بتاعتي نضيفة. طب هنا انا عيطت ليه؟ حصلت كارثة يا جماعة، كارثة مش قادرة اقول لكم. انا كنت حاسة ان انا هيجرالي حاجة بعد ما خلصت البوتاجاز وخليته زي الفل. قلت يا بنت اعملي لك واحد بريك تشربيه، لقيت الكارثة حاطة اللبن على النار، وقلت عبالي يعني مدعك الحوض معاك وكده، قام اللبن يفور على البوتاجاز. حاسة ان انا ضغطي عالي. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ هجيب مناديل وامسحه. هعمل ايه يا جماعة؟ هعمل ايه؟ هجيب منديل وامسحه، وبعدين ألمع الحتة دي بالليفة تانية. هعمل ايه؟ المهم مش مشكلة، خلينا في اللحظة الحلوة دي. انا بس ساعتها كنت عايزة اعيط واصوت، بس الحمد لله يعني ما حصلش كده. ادي الفوطة بتاعتي ناشفة زي ما هي. هاخد برضو الحوض، طبعا هو مش هيفضل كده يا جماعة ده انا بس عشان البيت كله نايم ومحدش هيستعمل مية، وخلاص احنا كلنا وشربنا وحلينا وكله فانا بقى ايه بستمتع عشان سأسكت قليلا. عارفين اللحظة دي؟ ادي الحوض كده. الحوض ده بعامله معاملة الطبق، زيه زي الطبق اللي انا باكل فيه، بخليه زي الفل عشان احس بالنظافة. والحنفية بتاعتي مش عارفة في ايه. والحنفية بتاعتي اهي لمعتها وخليتها زي الفل. وتعالوا لأحلى لحظة بقى، يا سلام. بصوا بقى البريك ده بالشوكولاتة، يعني حاجة كده هرمون السعادة يا جماعة الشوكولاتة دي.
عملت لي بقى الكوبايه دي. ما علينا، انا خلاص مسحت البوتاجاز الحمد لله. اتمنيتكم بقى تبقوا معايا كده في اللحظه الحلوه دي، وتشربوا المج القمر ده، وترفعوا كده هرمون السعاده معايا زي ما انا كده رفعته. بس ما تقلقوش، في صدمه كبيره جايه. انا هنا بقول للمطبخ باي باي. تعالوا بقى هنا نشوف الكارثه. دخلت على اوضه الاطفال، وما ادراكم ما اوضه الاطفال، اوضه عيالي يعني. ادي الاوضه زي ما انتوا شايفينها كده، حالها يصعب على الكافر، وحالها لا يسر عدو ولا حبيب. ده طبعا انتوا ما شفتوش البلاوي اللي انا طلعتها. ادي يا جماعه المرتبه. قلت يعني ايه اقلبها الناحيه التانية، عشان النفشه بتاعتها دي هي تحت الشباك على طول، والشمس بتبقى عليها الصبح، فما بتبقاش محتاجه اني مثلا ايه اطلعها في البلكونه او الكلام ده كله، لان هي متهويه 24 قيراط. عملت كده المرتبه، الوش دوت قلبتها خلاص اهو. وده اودي يا جماعه اللي محدش يعرفه، بعرفكم عليه. اودي مرمي طبعا، وغير ان اودي والدباديب كلها متقطعه، فطبعا الدباديب كلها عايزه غسله محترمه. بس قبل ما اغسلهم في حاجات متقطعه طبعا، مصارينها طالعه عايزه اخيطها، لان الفايبر طبعا طالع منها ومتبهدل خالص. المهم كنت رايحه، كان فاكرين المخده اللي انا وريتها لكم دي وعملت لكم كده شاورت لكم عليها فيها بقعه. انا حطيتها تاني يا جماعه، هي دي ما غسلتهاش. ليه بقى ما غسلتهاش؟ هقول لكم ما غسلتهاش ليه. اول حاجه يا جماعه، انا كنت عندي غسيل كتير جدا جدا، وعندي سجاد هوريهولكوا دلوقتي وهصدمكم كميه الغسيل اللي عندي. طب انتي ما غسلتيش ليه؟ وما خدتيلكيش مثلا سجاده غسلتيها ليه وخلصتي؟ هقول لكم يا جماعه، اصبروا بس عليا، استنوا بس احاول اقفل البلكونه، لان انا ايه حاسه ان الصوت عالي قوي، وانا مش عايزاكم تبقوا متضايقين. المهم عملت ايه بقى هنا؟ جيت اغسل، السجاد، وقلت واغسل المخدات دي. انا عندي مخدات فايبر كتير قوي استبن، يعني مش هي المخدة ديت وهقعد عليها، لا انا عندي كتير. بس للاسف يا جماعة الكارت بتاع المية كان خلص واحنا سالفين. وطبعا وطبعا عشان احنا عاملينه قسط، فلازم ندفع في الشركة بتاعة الكهرباء. ما ينفعش ان احنا نشحن عند اي حد، واخدين بالكم؟ فطبعا كان لازم نستنى الصبح، وان احنا يعني جوزي يقوم بدري ويروح يشحن الكارت، عشان طبعا اقدر ان انا ايه اغسل. لو انا ولعت الغسالة ورحت غسلت المخدات ولا غسلت سجادة، ولا هنعرف نشرب ولا هنعرف نعمل اي حاجة، ولا اكل ولا شرب. طبعا عشان المية اللي غسلت يا جماعة بتسحب مية كتير. اللي عارف غسلتي 15 كيلو، فبتسحب مية كتير جدا. ولو غسلت المخدات هتشرب مية، ولو غسلت السجادة برضو هتسحب مية. فكان لازم ان انا اضحي بالام من اجل الجنين. كان لازم انقذ ما ينقذ انقاذه. المهم ان انا ايه، خلاص كنسلت الموضوع. قلت مش مشكلة، بكرة بقى هعمل لكم فيديو هغسل فيه المخدات، وكمان هغسل فيه السجاد. طبعا مش السجاد كله، يعني انا مش سوبر هيرو. هعمل ايه يعني؟ مثلا هاخد لي 2. لسه يا جماعة العيد 15 يوم، ولازم الحق نفسي. احنا ما عندناش حتة سجادة نحطها على الارض. الموضوع خرج عن السيطرة، خرج من ايدي اليمين وراح لايدي الشمال. الموضوع كبير. طبعا ملكوش دعوه بالست الشريره اللي قاعده في الارض دي. هنا العيال كانت غيظاني بصراحه، فكان لازم اتحول. ده غير اللي قاعده لي في الارض ديت ما انساني. بصوا شايفين؟ طبعا هو كل واحد قاعد هنا وقلبه حاطط ايده على قلبه. ليه؟ لان انا عماله انقض اللعب، وكنت برمي اللعب اللي مش بتعجبني ومكسره، واللعب السليمه بحطها في عربيات. هتلاقوا عجلاتها مش موجوده، بس هي موجوده جوه الباسكت، فانا طبعا حطيتها. هم بقى واقفين لي وخايفين ان انا ارمي حاجه. كل ما ارمي حاجه، لا يا ماما ده احنا عايزينها بنلعب بيها احنا بنحبها، لا يا ماما احنا مش عارف ايه. قلت لهم انا لو على الوضع ده، لو هسمع كلامكم بقى انا مش هرمي حاجه. وطبعا التانية القرشانة قاعدة جنبي وشغالة، هي كمان قالت الحق لي حاجة قبل ما ترميهم. المهم هنا الكراسات بتاعت العيال.
مش كراسات ادم، كراسات مالك ومريم بتاعه الدرس. عشان انا لسه شغاله معاهم درس يا جماعه، انا مش بوقف عشان هما تاسيس. فلسه الميس بتجيلنا البيت، يعني لسه مع مامة المدرسين والدروس معانا برضو مكمله. ربنا يقوينا بقى. المهم ان انا ايه، مسكت الحته دي كنستها، دي ترابيزه الانتريه العقبه في حياتي. للاسف مش لاقيه لها مكان غير الحته دي. يلا خليها قاعده هنا. المهم ان انا روقت الحته دي، هي كانت متبهدله. كنست كده اهو زي ما انتم شايفين. فاضل الكركبه هنا، عماله الم وعماله اجيب لعب من هنا ومن هنا ومن تحت ومن فوق، وهدوم مرميه من كتر الكركبه، الهدوم مرميه في كل حته. ودباديب، دباديب برضو دي هولع عليها الغساله وابقى اخدها، او ممكن وانا بغسل المخدات. لا مش هينفع، عشان دول ملونين وانا هحط كلور في الغساله. يعني ما علينا ما علينا، هبقى اخدها في دوره تانية مش مشكله. او ممكن اخدهم في غسالة الاطباق، سوري، غسالة الاطفال. انا اتدمرت يا جماعة، اتدمرت. غسالة الاطفال، يا ريت عندي غسالة اطباق بس ما عنديش للاسف. المهم، ادي دول اللي طلعوا اللي هيترموا في الزبالة. اعزكم الله يعني. طبعا كلهم متدغدغين، ده غير طبعا ان في لعب تانية انا كان نفسي ارميها بس للاسف يعني. ديناصورات كانت واقفة فوق دماغي، لا ما ترميش لا ما ترميش. فقلت ماشي مش مشكلة، ارمي دول وشوية كده خليهم بس يتبسطوا بيهم شوية وبرضه هرميهم. ادي الارض اهي، خدتها كده كنسة معاكم. الأوضة يا جماعة كانت مقلب، مقلب والله مقلب. انتوا عارفين مقلب ايه طبعا. ادي الكومودينو هاخد وراه برضه، وراه تراب اهو. بس كل حتة بشدها وراها بلاوي. دي حتة من المصحف مقطوعة للأسف. انا مش عارفة اعمل معاهم ايه الناس اللي برا دي. المهم يعني، خدت كده ادي السجاد اللي انا بقول لكم عليه. ممكن احتمال يعني ان انا اخد دول معاكم عشان برضو اخلص منهم. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، حرفيا حرفيا سجاد البيت كله والله العظيم متبهدل ومتوسخ. يعني انا الله يكون في عوني. في خلال بصوا اهو، ادي دول وادي دول، وفي واحده تاني كمان اللي في الارض دي هشيلها. اهي اللي انا بوريها لكم دلوقتي دي. فطبعا ربنا بقى يقويني ويديني الصحه على دراعي اللي هيتكسر. واقعد بقى ايه اغسل معاكم السجاد. ما تنسيش تحطوا لي لايك، اديني بقول لكم حطوا لي لايك على الفيديو. اللي وصل لغايه الحته دي والمقطع ده يحط لي لايك ويقول لي برضو رايه في الموضوع اللي انا حكيته لكم في الفيديو. ما تنسوش. وطبعا انتوا لو بتشجعوني وبتنزلوا وبتحطوا لي لايكات، هتلاقوني كل يوم بنزل لكم فيديو. معلش يا جماعه اتشليت. هتلاقوني كل شويه بنزل فيديو، بس طبعا عشان انتوا مش بتنزلوا بتكسلوني. يعني لو في حتى ذرة حماس عندي، انتوا بتخلوني اكسل يا جماعة والله. مش عارفة في ايه، يعني ايه حتة ان انتي تدوسي على اللايك ده. انا لما باجي اتفرج على اي فيديو ناس ما اعرفهاش والله العظيم، مجرد ما الفيديو بيعجبني بحط لها لايك، وساعات ما بيعجبنيش وبحط لايك برضو. يعني بجبر الناس اللي قدامي بصراحة، بجبر بخاطرهم. المهم يعني، طبعا انتوا مستغربين ان انا جبت ترابيزة الكمبيوتر دي هنا. طبعا انا جبتها هنا عشان خاطر انا علقت الشاشة جوه في الأوضة، هبقى اوريها لكم في الروتين تاني. علقتها الحمد لله الحمد لله، علقتها وخلصت منها. وجبت لهم هم دول هنا. بس طبعا يعني الدنيا برضو مش على ما يرام، ومش على مزاجي برضو زي ما انا كنت عايزة. بس يلا الحمد لله، ادي سجادة اهي من ضمن السجادة اللي عايزة اتغسل. ف ربنا بقى معايا بقى، ربنا معايا. شايفين كمية اللعب المكسرة؟ ده غير يا جماعة ان انا كل فترة بطلع حاجات زي كده وارمي. ده كل ده عربيات مكسرة وعروسة مكسرة ومش عارف ايه مكسر ومكعبات مكسرة. حاجات كتير قوي يا جماعة والله. يلا، هما لعبوا بيهم وخدوا وقتهم وخلاص بقى. المهم هلم بقى شوية الحاجات دي. جبت كيسة كده عندي وقلت ألم بقى كده معاكم الكعبلة والكركبة دي كده اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا العلبة اللي بره دي، اللي بره الأوضة دي، كانت علبة مليانة عربيات. لسه كان محمد جايبها لمالك، جايبها له هدية يعني. ف
برضو عايزة ارميها من ضمن الكركبة، اخدها ارميها دلوقتي اهي، ملهاش اي لازمة ومحطوطة وكركبة على الفاضي. جبت بقى الشرشوبة بتاعتي كده وقلت بقى اسيق الارض، وجبت حبة برسيل، ده برسيل يا جماعة. قلت احطه كده هيرغي معايا دلوقتي، بس لسه عشان انا ايه ما عملتش كده بالشرشوبة وغسلتها، تشوفوا دلوقتي. المهم انا طبعا بعمل ايه، بخلي الشرشوبة مليانة مية، عشان اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده هي بتبقى مليانة مية كتير قوي يا جماعة هنا دلوقتي في الوقت ده. فانا بعمل كده وبعمل الارض، وبعد كده اي حاجة مثلا لازقة في الارض بلاقيها بتطلع على طول. هنا بقى انا خلاص منشفاها الشرشوبة، نشفاها كويس جدا، وهاخد بالشرشوبة الجنيه بتاعة الكومودينو برضو معايا، هاخد السجاد احطه مكانه لحد ما ربنا ينتعني كده بالسلامة واقوم اعمله. المهم وكده خلاص اهو. احط بقى الكومودينو مكانه. هنا انا خدت الجناب بتاعة الكومودينو كده بدل ما امسحه. اهو كده خلاص، ادي الارض بقت معايا اهي زي الفل. الشرشوبة جميلة بتروح وتيجي معايا وبتلملي بصراحة. لما بتعملي حتة ان انتي بتسيبي الشرشوبة مبلولة شوية، وبعد كده تنشفي بتنضف حلوة قوي قوي. بتبقى واخدالك حتة فكرة الخيشة. عارفين الخيشة بتاعت زمان دي اللي الناس كانت بتمسح في الأرض وبتوطي دي، هي بعملها زيها كده. يعني بسيب الشرشوبة فيها مية، وبعد كده اروح ايه عاملة مسحة تانية بقى جامدة كده. يعني الشرشوبة اكون عصرها كويس جدا، واروح عاملة بقى كده بتديني نفس النتيجة. بس بما اننا اتطورنا وبقى في شرشوبة طبعا يبقى الأحسن، اللي يخلينا نوطي وضهرنا يتكسر. يلا يا جماعة احنا في تطور دائم. ادي هنا اهو، خدت كده برضو اهي خلصت. واستنوا مني فيديو بكرة شاق جدا جدا وجميل قوي قوي، هيعجبكم وهشجعكم. لو في لسه حد ما غسلش سجاد ولا ما عملش حاجة ولا ما روقش، طبعا انا مسحت الدواليب بقى مع نفسي لان لقيت الفيديو ممكن يبقى طويل. بحب يعني انزل لكم فيديوهات ما تكونش طويلة جدا، عشان خاطر برضو في ناس بتبقى معاها باقات ما معهاش واي فاي مثلا. فبحاول يعني ان انا ما اصعبش الامور عشان الناس كلها تستفاد وتتفرج من غير ما تبقى الفيديو طويل عليهم. ادي كده عملت ورا الترابيزة وشدتها وكل حاجة خدت وراها، وباسكت الغسيل وكله. وهنا ادي اللحظة اللي هي الحتة اللي هنا اللي قدامكم دي، همسحها كده معاكم خلاص كده يبقى خلص الفيديو معانا. كده انا خلصت الأوضة اهي، شايفين الأرض بتلمع ازاي. وهنا اللحظة الحلوة بعد ما بصوا بقى كل حاجة نظيفة، والملاية مفروشة ونظيفة، والسجادة هو اللي انا بوريهولكوا ده هغسله معاكم. ودي كمان. المهم يعني ربنا يقوينا بقى، وكل حاجة بتلمع ونضيفة. ولمعت الكومودينو طبعا ما علينا بالحتة دي، هي ملهاش حل ولا ترتيب غير المنظر اللي انتوا شايفينه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة.